عارفين لما يبقى حد واخد عننا انطباع معين وعايش بيه بقى طول حياته، مهما انت اتغيرت ومهما الحاجة دي حسنت منها هو برضه مش شايفك غير كده. زي اهلك مثلا لما يوصفوك وانت صغير بصفة معينة قد تكون فعلا هي موجودة فيك، بس مع الوقت لما كبرت قدرت تغير وتحسن منها، ورغم كده لسه شايفينك بنفس الصورة اللي كنت عليها وانت طفل. احساس وحش قوي، وبتحس بقهرة لما تشوف نفسك بصورة واللي قدامك شايفينك بصورة تانية غير الصورة الحقيقية اللي انت عليها، خصوصا بعد المحاولات الكتير في انك تحاول تتغير وتجاهد نفسك عشان توصل لحاجة احسن. وعشان كده انا هنا عشان اقولك ان كل حد مهم بتقابله في مشوار عمرك بيتكون منه نسخة جواك، ومع النسخة دي بيتكون كل مشاعرك ناحيته وقتها. النسخ دي المفروض انك تعمل لها ابديت كل شوية، يعني لما الشخص اللي قدامك يتغير او علاقتك بيه تتغير سواء للاحسن او للاسوأ، تغير معاه نسخته القديمة اللي متكونة عنه، علشان ما تظلمش حد في صورة قديمة انت واخدها عنه ومثبته فيها. حتى نسختك الداخلية عن نفسك محتاجة تتجدد وتتغير طول ما انت بتتغير.